السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تيك فينيتي موبايل. التطبيق ده مساحته 29 ميجا، حمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمشاهده مقاطع الفيديو، سواء مقاطع فيديو بث مباشر، او مقاطع فيديو افلام، او مقاطع فيديو مسلسلات، او اي مقطع فيديو انت حابب ان انت تتفرج عليه. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشاهد مقاطع الفيديو المختلفة، مقاطع فيديو خاصة بتيك توك، مقاطع فيديو خاصة بانستجرام، مقاطع فيديو خاصة باليوتيوب، مقاطع فيديو خاصة بكواي. اي تطبيق او اي مقاطع فيديو بتنزل بس انت بتقدر ان انت تشاهدها على التطبيق ده. كمان تقدر تعمل على التطبيق ده بث مباشر، وتقدر تخلي الكومنت اللي تجيلك تكون مقروءة بصوت عالي، يعني تحول النص اللي بيجيلك بيه مكتوب بيه الكومنت تحوله لكلام بحيث ان يتقري على طول الكومنت اللي مكتوب لك ايه بدون حاجة ان انت تقراه، ويكون اللي كتب لك الكومنت يكون سامع. بالاضافة كمان ان انت بتقدر انك تعرف المشاهدات اللي انت بتعملها الفيديو قد ايه، وتعرف الاعجابات، وتعرف لو حد راسل لك هدايا. الحاجات دي كلها بتقدر تعرفها من وانت فاتح البث بتاعك وانت في مكانك ببساطة وبسهولة جدا. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفيهوش لغة عربية ولا لغات متعددة كتير. بس كده ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، بالذات الفيديوهات اللي بقالها فتره طويله، تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما جاتش الحاجات دي موجودة. أما لو نشأت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، بأسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قايلها عن التطبيق اللي موجودة في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.